اتعرف بيك يا فندم. مدام ميري مسعد حنا. اهلا بيك يا فندم. مدام ميري، حضرتك هتكلمينا عن الشهيد العظيم شهيد العريش ابونا مينا عبود، ويمكن حضرتك عشتي كده تجربه فيها قلق رهيب وتمس بنتك في مستقبلها، فانت شفعتي بالقوي ابونا مينا عبود، فعايزينك تحكي لنا بالتفصيل التجربه اللي عشتيها وابونا مينا عبود وقف معاك ازاي. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. هو بصراحه فعلا ابونا مينا زي ما انت بتقول كده على طول، ودايما انا متابعه الصفحه. جدع وشهم وما بيسيبش حد، واللي بيطلبه بيلاقيه، وبيجينا في الوقت المناسب. بس احنا يعني ايماننا ضعيف شويه. الحقيقه انا عرفت ابونا مينا لما كنت مريضه بالكورونا، وكان في فتره طبعا عزله زي ما حضرتك عارف. قعدت تقريبا 3 اسابيع 21 لغايه ما المسحه اتنقلت من ايجابي لسلبي عشان خاطر الاسره كلها. يعني طبعا كنت خايفه. كنت في البيت ولا بره البيت؟ لا، في البيت، داخل البيت. يعني بيدخلوا لي الاكل من ورا الازاز ويجروا جري. يعني بنتي لما كانت تكلمني من ورا الباب يعني تقول لي ايه ماما معلش مش هطول معاكي بس في الكلام، انا قاعده على السرير طبعا بعيد عن الباب خالص لحسن حاسه ان انا زوري بص عارف يعني ايه، عندنا يعني هلع ورعب، لان كانت الكورونا في اولها. يعني هي الكورونا كانت دخلت مصر مثلا نص 3، الكلام ده كان في 10، يعني تقريبا كام شهر، مش كتير يعني، او 6 شهور. المهم لا حبيبتي، اول ما تقول لي كده بقى مش قادره اقول لك. يعني تقريبا لازم بيقولوا دايما المريض بتاع كورونا يبقى معلوماته مرتفعه عشان يخف بسرعه. كان دايما الدكتور هو عمال يقول لي التعليمات على الواتساب: انت حلوه، انت كويسه، صدقيني انت زي الفل، انت خفيتي. يعني بعد اول اسبوع قال انت خفيتي، صدقيني انت. بس احنا بس بنستنى 20 يوم يا مدام عشان تعملي فربنا حب يدخلك في خلوه اساسا. يعني خلوه اجباري. خلوه، ربنا حطني في خلوه اجباري فعلا. فبدات بقى اقلب في الموبايل، اشوف اسمع ترانيم، وعظات، اشوف او يعني بدا يظهر لي ربنا في الاوقات ديت. ربنا طبعا، واصلي. وبعدين ايه يعني باجي على بعد الغروب كده بزهق، الليل لسه طويل، اسلي نفسي ايه. والاوضه الحقيقه ما فيهاش شاشه لان انا مش من هواة يعني عندي واحده كده عارف في المطبخ قدامي وانا بشتغل، انما ما عنديش وقت. دخلت الاوضه بنام على طول. بس الحمد لله يعني وقفت على رجليا وخفيت، رحت جايباها بقى، قلت ايه ده، لا دي اساسيه انها تبقى موجوده. احب اسمع سي تي في دايما، بس للاسف بقى كله كان عن طريق الموبايل. وبعدين بدا يظهر لي ابونا مينا معجزاته، ان هو شهيد العريش، قصه حياته، شويه تصوني مراته. بدات بقى ايه اتعرف عليه واطلب منه لما سمعت معجزاته الكويسه الجميله الرائعه دي، اطلب منه ان هو يساعدني، ان هو يخففني، واقف على رجليا واقوم اخدم بناتي تاني. لان كانت الحقيقه شهر 10 ده يعني اللي في مدرسه واللي في الكليه داخله باختها. بعد كده اول ما وقفت بقى على رجليا وبدات كده اتعافى ورجعت شغلي، بدات اسال على المزار بتاعه فين موجود. اللي يقول لي في الزيتون، اللي يقول لي في مصر الجديده، لا في مصر القديمه. فعرفت من صديقه ليا ان هو في مدفن الاباء الكهنه في جنب كنيسه القديسه بربره مصر القديمه. المشاعر اخذتني وملاهي الحياه كلها. وبعدين جيت في شهر 7 تعرضت بقى لمشكله كده وازمه. بنتي اساسا هي ثالثه ثانوي، يعني كانها ثانويه عامه بس نظام امريكان. فهي من شهر يناير عامله مقدمه لها انا في كليه خاصه على اساس يعني ما جابتش مجموع يبقى انا كده ايه يعني حاجزه لها مكانه. هي عايزه تدخل كليه هندسه، ميولها كلها هندسيه وقسم عماره، وامتحنت ونجحت. الكلام ده من شهر يناير. وحضرتك مهندسه؟ عايزه. نعم حضرتك مهندسه؟ وباباها مهندس. واختها طبعا دخلت هندسه مع بعض. بس فهي عايزه كده. فالمهم قلت لها يا اوليفيا كده هم على اول ما تظهر النتيجه بتاع ثانويه عامه اللي هي بعد يعني نص 8، نتيجه ظروف الكورونا بتتاخر شويه دلوقتي. قالوا لنا ايه هنبدا نبعت لكم بقى عشان ايه تبداوا تقدموا وتدفعوا وتدخلوا وتلتحقوا بالجامعه.
فوجئت يوم 15/7 ان هم باعتين لي ايميل ان انا لازم اروح اتوجه بدفع نص المصاريف. دي في كليه اخر خاصه؟ ميعاد ليا كليه خاصه، واخر ميعاد ليا هو بعد اجازه العيد اللي هو يوم 27. يا 27 يا 28 مش متذكره بالظبط، بس غالبا 27، وكان يوم 3. فانا اتوجهت لهم بعد الاجازه. طبعا انا في الاجازه دي، خلال الاجازه عملت ايه بقى؟ رحت تاني يوم على طول ما جاني الايميل الجمعه الصبح 16/7. ده يوم لن انساه، لان الايام دي معلمه في ذاكرتي، لانها كانت ايام صعبه. من يوم 16/7 انا بقول لحضرتك اهو، من اول ما بقول المعجزه اهو لحد يوم 23/9 الفتره دي كلها، يعني ربنا جربني تجربه صعبه. كنت ايه زي ما بيقولوا كده بتشوي على الجنبين بسبب الموضوع الكليه دي، لان ده مستقبلها، والحقيقه هي متفوقه من زمان هي واختها. طب ما هي جالها كليه، ايه المشكله؟ المشكله ان هي بقى عندت وقالت لي كده انا وباباها، قالت لي انا همسح الاكونت. يعني بص حضرتك، كل اتصالاتي بالكليه عن طريق الاكونت اللي هي عاملاه من قبل ما تمتحن وتجتاز والكلام ده، نعمل ابلكيشن وندفع فلوس وكده، كل ده. قالت لي انا همسح لك الاكونت ده لو رحتي دفعتي لي او حجزتي لي فيه. ليه يا حبيبتي؟ قالت لي انا بقول لك ان شاء الله هتجي لي المنحه. تجي لها ايه؟ انت يعني المنحه سكولارشيب اللي هي مقدمه فيه. نعم. المنحه دي عباره عن ايه؟ اللي هي انها تسافر اوروبا في بودابست، كليه هندسه عماره. دي منحه؟ تمام. دي منحه تجي لها في بلد في اوروبا. طب تمام. مقدمه فيه وعقد عليها كل امل. فناخدها مره بالمسايسه، ناخدها مره بهدوء. على طول قافله اوضتها وقالت لي انا بقول لك اهو صدقيني انا همسح لك الاكونت كانك ولا رحت ولا امتحنت ولا عملت اي حاجه. حبيبتي ليه كده حبيبتي؟ طيب قلت ايه، انا اروح الكليه. فضلت اصلي طبعا ال10 ايام دول لابونا مينا عبود، ولما رحت زرته يوم الجمعه الصبح اخدتها معايا وجبنا صورته اللي انا حطاها ورايا دي، حطاها في اوضه النوم عندي. فضلت اصلي واقول له يا ابونا مينا انت شايف وانت عارف، حلها انت من عندك يا ابو. يعني انا اول مره اقصدك كده يا ابونا مينا، او تاني مره بعد ما خفتني من الكورونا واعيط بدموع. وكنت يعني مش قادره اقول لحضرتك ال10 ايام دول لغايه ما خلصت الاجازه وانا بقى المفروض هروح، مش عارفه اعمل ايه هم هيعملوا معايا ايه. رحت الاثنين بالظبط، كان 26/7. طلبت منهم مهله، قلت لهم انتوا بعتوا لي لغايه يوم 27. يعني قلت لي اخرك 27، انا جايه بدري يوم اهو، ادوني اسبوع مهله من يوم 27 من الثلاث للثلاث. تمام. رحت قلت ايه عشان تضيعي وقت عبال ما تظهر النتيجه بتاعت المنحه. او تكون بنتي خافت، كل ما يقرب المده خافت، ما هي طفله برضه، وتقول لي لا يا ماما روحي احجزي لي، انا كده هبقى في الشارع. يعني ايه، واشوف ايه اللي هيحصل يعني. برضه وصلت الصلاه والطلب قدام صورته بدموع. قلت له يا ابونا مينا يعني اذا كان في خير من المنحه دي، انا مش اذا كان ما فيهاش خير سهل لي الموضوع التاني. يعني انت يا رب اختار. انا ما فيش حاجه معينه في دماغي، انا بس كل اللي هضمنه لها، كل اللي انا عايزاه ان ربنا يديها ايه سؤل قلبها ان هي عايزه تدخل كليه الهندسه، مش فارق معايا بقى ده من ده. رحت الكليه فعلا، وبعد محاورات ومجهود يعني واتصالات بالتليفون، لما بيبقوا قاعدين بيني وبينهم بارتيشن ازاز عشان الكورونا واعداد كبيره وكذا حد كل واحد قدام شباك. قالت لي طيب ماشي خلاص، معاكي اسبوع. يعني وضحت لها الامور وقلت لها انتوا ازاي تيجوا كده بين الليل والنهار وتقولوا كذا وكذا واحنا في اجازه وانا لسه ما جهزتش فلوسي يعني من الكلام ده. طلعت بقى على الخزنه، فلقيت بقى الاخ اللي هناك بيقول لي لا، يعني بقول له طب انا لما دفعت الفلوس لو عايزه استردها يعني هغير رايي وهدخل مكان تاني. فقال لي لا حضرتك، ده في قرار جديد السنه دي من مجلس الكليه ان لازم المصاريف كلها نصها اللي هتدفعيه ده مش هتاخدي منه اي حاجه خالص. ازاي ومش ازاي والسنين اللي فاتت. ومبلغ كبير؟ مبلغ كبير حضرتك. يعني هو نص المصاريف بس مبلغ كبير. يعني المبلغ كله بيبقى معدي ال 100,000 بشويه وندفع نص. ابيض ده في السنه؟ طبعا ما فيش حد يعني سوري عبيط بيرمي فلوسه الا اذا هو متيقن ان هو داخل وكده. وبدات الايد بقى الناس كلها معترضه على هذا القرار وبيشتكوا ورايحين وجايين وغاء، زادتني توتر. فمشيت وقعدت بقى اعد الاسبوع ده عدى عليا يعني مش كانه 7 سنين مش 7 ايام. خايفه الكليه اللي بره ما تردش والكليه اللي عندك دي تقفل والبنت تبقى في الشارع.
بالظبط. ما قدامهاش بقى غير تنسيق الحكومه، ويعني زي ما بيقول ايه ربنا ما يحطناش تحت ضرس مش عارفه مين. فقلت لها بصي يا حبيبتي انت دلوقتي هتبقي في الشارع، لان الكليه الخاصه اعطتني مهله اسبوع بس، وانت المنحه بتاعتك دي المفروض انها تظهر اخر الشهر وما ظهرتش. اهي ما ظهرتش. وتنسيق الحكومه يعني شوفي انت عايزه، انت طول عمرك بتقولي نفسك في هندسه، خلاص هي طول عمرها شاطره في الرسم موهوبه، فهي عايزه قسم عماره. طب يا حبيبتي يعني ايه الوضع؟ قالت لي لا بصي انا بقول لك اهو، فضلت على رايها وصمودها وثباتها. انا بقول لك اهو ما تدفعيش، وانا ان شاء الله ادخل تجاره في تنسيق الحكومه، بس مش هدخل. ليه يا حبيبتي؟ هي دي كليه وحشه يا ماما؟ دي مش حوارات في الاسبوع. تعبت معاها ومع دماغها. حتى باباها قلت له احنا المفروض نروح ندفع من وراه. قال لي ندفع من وراه وبعدين هنخسر فلوسها، وفي الاخر بتقول لك انا مش هدخلها خالص. لو اخر، قالت لي كده، لو اخر كليه مش هدخل. راحت عملت لي كده. عارف بقى انا يعني طبعا كل ده طبعا دي اسرار بيت، وانا قاعده يعني في الشغل لا عارفه اركز، يعني احكي اقول ايه، مش عارفه اتكلم حاجات، يعني قاعده مع نفسي بيني وبين ربنا. اروح البيت وكنت يعني في حاله نفسيه صعبه جدا. وبعدين جيت يوم الثلاث اللي هو المفروض اخر يوم بقى في المهله، يعني قلت ايه خلاص يعني هي اما اروح لهم الاربع يعني ادفع لهم مش هيقولوا لا يعني خلاص. فهو الثلاث بقى جه الثلاث عليا. روحت البيت، كان فاكره اليوم ده كويس قوي، كان 3/8 او 4/8 اللي هو اليوم اللي ظهرت فيه نتيجه السكولارشيب بتاعتها، المنحه زي ما هي يعني حاسه ومتيقنه انها هتجيلها. كان الساعه 3:15 بدخل كده من شغلي، وكانت الكهرباء مقطوعه. دخلت على اوضتي وهي كانت في اوضتها، فدخلت بقول لها حبيبتي، هي واختها كل واحده على سرير، بقول لها حبيبتي هي الكهرباء قطعه، مش معتاده انها تقطع. قالت لي الكهرباء قطعه، وبالتالي طبعا النت قطع وكله قاطع. فجت الكهرباء يعني بعدها بساعه، طولت عمرها ما كده. المهم اول ما فتحت النت والموبايل ولا الكمبيوتر، يعني ده وده متابعه كله ما بتسيبش الدنيا، بس لقيتها جايه لي داخله يعني انا في الاوضه يعني كنت نايمه شويه مسترخيه على السرير، وكنت بصراحه يعني زعلانه من ابونا مينا. يعني وصلت بقى خلاص القمه النهارده اخر يوم في المهله. فصراحه دورت الصوره دي كده، رحت مدوراها كده يا نهارك ابيض. ما لازم اعترف يعني، لازم خلاص بقى يعني عارف وصلت يعني قدرتي تعمليها؟ اعيط وانا اعيط طب واخرتها ايه؟ ما هو يعني العذاب ده من لا ثواني بس، لا ثواني يا فندم. يعني جالك قلب تقلبي صوت ابو نمينة؟ يعني بص زعلانه، انا معتبراه ان هو صديقي وسامعني طب انت اللي عارف مشاكلي وانت اللي عارف همومي، طب يعني انا زعلانه منك، هكلم مين؟ طيب ما عنديش حد، بكلم ربنا وبكلمك بتشفع بيك. فرحت لفه الصوره كده، وطبعا كان الكهرباء بقى قطع وانا قاعده على السرير تقريبا نايمه. فجيت بقى الكهرباء جت وانا مش حاسه، لسه عايزه اقوم احضر الغداء، لقيتها جت بتصرخ تقريبا يعني داخله الساعه 5. ومن كتر الفرحه ماما انا جات لي اكسبت يا ماما، اكسبت يا ماما، اكسبت، تعالي اوريكي اكسبت كبيره هي ماما، انا خلاص قبلت في السكولارشيب. يعني قعدت اعيط بقى وهل مش عارفه بالظبط، يعني كان مش قادره اوصف لك يعني شعوري كان يعني ابونا مينا يعني في اليوم المحدد واليوم الاخير واليوم الاخر امل قال لك لا ما تخافيش انا هتصرف. بالظبط فعلا. نقدر نقول وبثقه اللي مع ابونا مينا يفوت في الحديد. لا وان هو سمعنا وان هو معانا لحظه بلحظه، بس كل شيء باوانه وكل شيء وراح جات لك على اخر يوم المنحه اللي انت عايزاها. وبرده اللي هكمل اهو لحضرتك على اخر يوم برضو يعني اخر، يعني هو زي ما بيقول في ايه بتقول يعني ربنا مش بيجرب اولاده فوق استطاعتهم او فوق أو لا يعني على قد ما هم يقدروا. انا برضو المعجزه الثانيه هي طبعا خلاص كده قبلت، المفروض انها بتروح السفاره، فكان ميعاد المقابله يوم 22/8 يوم فطار العذراء. الحمد لله السفاره خلاص مفيش مشاكل وطلعت خلاص، بقى تستنى بقى الباسبور بالتاشيره بس هي واصحابها اللي اتقبلوا. فالكلام ده يا حبيبتي بياخد وقت قد ايه؟ قالت لي يا ماما بياخد من اسبوعين ل4 يعني ماكسيموم شهر. ان شاء الله يا ماما انا يجيني بعد اسبوع. كان عندها اتقبلت خلاص. التاشيره بقى والباسبور دي اجراءات دول وحاجات كده. ماشي وبعدين
المهم بقى ايه، الدراسه بره بتبدا 3/9، وهي احنا دخلنا السفاره 22/8. فيعني ايه، يعني اللي نقدر نقول المعقول ايه، من اسبوع لاسبوعين عشان تلحق تقريبا وتبدا تكمل يعني مع الدكاتره بره وتواصل في الكليه. جينا وصلنا لغايه يوم دخلنا في شهر 9، بدانا بقى ايه 3/9 فتحت الكليه، بدات المحاضرات. يا ماما انا مش عارفه، في بعض الحاجات بتبقى اونلاين. فقلت لها طب حبيبتي ايه معلش، بدا ماما اشيلي لي، جبت لها كشاكيل وجبت لها اجندات، يعني كانها بالظبط يعني عارف خلاص معايا، صدقني بقى انا اكتزت. وكل شويه انا شايفاها شاحبه، يعني عارف البنت هتروح مني من الاكتئاب. طب يا حبيبتي ان شاء الله التاشيره هيجي، لدرجه انا يعني قعدت اقول ايه ده، هو ممكن التاشيره ما تجيش، يعني عارف انا مش عارفه. يعني اللي جابها لك في اخر وقت هيقف معاكي. يعني بص بداوا ايه العدد يقل، مثلا هم 20 لا بقوا 15، بقوا 10، بقوا 8، بقى فيش غير بنتي وواحده ثانيه من بلد ثانيه، فمش من القاهره يعني. فاعصابي بقى باظت ايه بالظبط لما احنا كنا يوم بدات اتصل بالسفاره كل شويه الصبح، يعني بديهم رقم كود كده لكل واحد ليه رقم. نو 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 مفيش اي اخبار، مفيش اي حاجه، لغايه يوم بالظبط اللي هو 22/9، اللي هو بالظبط كده كانه شهر، من 22/8 ل 22/9. حضرتك معايا طبعا كده انا قضيت الشهر. طب وبعدين لا اتصلت بيهم كان يعني على مثلا الساعه 11 12 كده، فهي بلغتني ان الكهرباء في السفاره مقطوعه، وان اي يعني اتصال او كونكشن ما بيننا وبين الخارج ما فيش، فحضرتك تصبري للصبح تكلميني بدري باذن الله. انا ما اقدرش اقول لك اسمها جه ولا لا، ولا التاشيره بتاعتها جت ولا لا. فبدات بقى في الليله دي، وطبعا قبلها بكام ليله انا عماله اعيط عيط متواصل، خلاص بدات افقد الامل. ما الشهر فاته، يعني هو لازم يبقى شهر، ما ممكن يبقى 27 يوم، طب يبقى 28 يوم يعني خلاص. فقلت لها بصي يعني مش قادره اتكلم معاها بقى، خلاص بنتي انا مش قادره اتكلم، ولا هي يعني هي مش قادره اقول لك لو اتاخرنا يوم زياده عن يوم 23/9 كان ايه اللي حصل. صحيت الصبح، انا كنت واخده في اليوم ده اجازه، يعني هو ده ترتيب ربنا، كنت عايزه انظف الشقه، وهي مسكت التليفون من الساعه 8، وان كان السفاره دي يعني بتبقى 8:30 8. المهم 8:15 غالبا هي اتصلت، ردت عليها وراحت قايله لها اسمها وان التاشيره جات لها. مش قادره اقول لك بقى على اللي حصل بقى، يعني الفرحه ماشي انا ابوس فيها اتنطط عماله زغرط، يعني فرحانه لفرحتها، يعني بص كانها واحده عايشه بالظبط. يعني انا مش عارفه اوصف لك بالظبط هي كان منظرها عامل ازاي، متخيله شكلها دلوقتي قاعده قدامي على الكرسي، وانا يعني عيني مع شفايفها بشوف هي بترد بتتكلم معاهم بالانجلش، بيقولوا لها ايه، هي بتقول ايه، لغايه ما عدت ال5 دقائق بتاع المكالمه دي. مش قادره اقول يعني مش هعرف مع الكلام، مش هيعرف يوصف الموقف. وحاجه لها التاشيره جت بقى التاشيره، بدات بقى يعني بدانا بقى نحجز بقى التذكره، صفت بالظبط يوم السبت 25/9. يوم سبت يعني سفت يوم سبت، واخده بالك انت؟ يوم سبت بشوف المعجزه بقى، يعني سفت يوم سبت. يوم سبت والسبت ده بتاع ابونا مين عبود، بتاع ابونا مين عبود فعلا. طبعا هو لسه في تكمله، بس لحد كده هسأل لسه في تكمله؟ لا في تكمله طبعا، معجزات طبعا معاها بره وهي لوحدها. سؤال لحد كده ابونا مين عبود جدع معاكي ولا لا؟ لا طبعا جدع جدع يا استاذ هاني، مش قادره اقول لك يعني ده كفايه بس، يعني ان هو يعني انقذنا من حاجات كتيره، يعني حاجات يعني تخيل يعني هو ابونا مينا بيتشقى معاكم وحب بس ايه يعني يقول لكم انا موجود تثقوا فيا، وعلى اخر الوقت يروح متصرف، اخر وقت يروح متصرف. بالظبط كان هيضيع عليها السنه، يعني هو ما يضيع منها ترم، مش زي اي كليه هنا مثلا بترم سمستر 1 و 2، لا خلاص ضاع منك، ممكن يبقى السنه كلها ضاعت. فهي كان ليها تاريخ محدد لازم تلتحق وتعمل ورقها في الكليه هناك بقى. وسافرت يوم 25/9 علشان تروح الكليه بتاعتها بره في مدينه في مدينه جديده وغريبه وناس غريبه، وهي بنت اسمها ايه المدينه؟ برضه اسمها نعم اسمها ايه المدينه؟ المدينه اسمها بودابست. بودابست.
طبعا يعني طول ما هي بره انا بصلي لها وبتشفع بابونا مينا وبطلب منه ان هو يكون معاها في غربتها ويساعدها ويسندها. وهي طبعا بقى شفاعها وحبيبها واخدت صورته معاه، صوره ابونا مينا معاها. وبعدين بدات بقى مشاكل من نوع تاني، يعني الدكتور ده مش عاجبني، يعني وحش معايا. ماما كان في ماده عندها صعبه اسمها كده descriptive geometry، او بمعنى التاني اللي هي الوصفيه، اللي هي طلاب هندسه عارفينها. يعني الماده اساسا صعبه، والدكتور بتاعها يعني مش يعني صعب شويه، دكتور صعب. بس فالمهم قالت لي ماما انا حاسه ان هو مستقصدني وان هو هيسقطني وان هو بدات تاني اروح لابونا مينا وازوره واطلب منه شفاعته. قلت له انت بدات لازم تكمل. ايه هو الدكتور ده بشر ربنا قادر عليه، وانا بتشفع بيك ولازم تسندها ولازم تخليها تتشجع. يعني كتير قالت لي انا الماده دي يعني معناها تاجلها، يعني تعمل لها تاجيل ترم تاني. فقلت لها لا يمكن، انت لازم، لان لو هي اجلتها يقفل قدامها مواد تانية في الترم التاني. يعني دي زي بداية لازم تاخدها عشان تاخد بقية المواد. فطبعا بدأنا يعني نشوف لها زي مدرس أو مدرسة يساعدها في المادة دي أونلاين، وأبونا مينا وفقنا ولقينا الحمد لله. وبدأت يعني تعوض الفترة اللي فاتتها، لأن دي كانت دروس فاتتها من يوم 3/9 لحد يوم 25/9. والحمد لله بدأ الدكتور يبقى يعني كويس معاها وياخد ويدي معاها في الكلام. يعني بدأ يحس بمجهودها وبدموعها، كانت بتعيط قدامه كتير وتقول له أنا تعبانة، أنا ببذل مجهود في المادة دي. يعني لما راحت له برايفت في المكتب بتاعه وبدأت تحكي له وتقول له أنا من ايجيبت، انا نفسي انزل عشان اسلم على اهلي في العيد في الكريسماس، عايزه انجح في الماده دي. كانت الحقيقه الامتحان بتاعها بالظبط يوم 21/12 قبل الكريسماس، بيحاولوا يخلصوا الامتحانات قبل الكريسماس. ف بدا بقى ان هو يبقى لطيف معاها وكويس ويقول لها انا بحب ايجيبت وانت فعلا مستواك يتحسن وان شاء الله هتنجحي. وفعلا المعجزه الكبيره انها نجحت وعدت. ودي شوف بقى المعجزه رقم كام بقى من اول ما انا بحكي لك يا استاذ هاني. يعني مش قادره اقول لك ابونا مينا جدع قد ايه. جدا 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 ناس يبقى في الكليات والدكتور بتاع الماده مستقصدهم او مضايقهم او قال لهم بشكل مباشر مش هتعدوا، لكن على مين؟ ابونا مينا عبود يا بيمشيه خالص وقت الامتحانات، وده حصل في قصه قلناها كذا مره، او بيغير قلبه. بالظبط. فطبعا نظر لدموعي ودموعها، كل ما كانت تكلمني صدقني ما كنتش بنام. يعني ماما انا بكره لغايه ليله الامتحان انا بكره مش داخله الامتحان يا حبيبتي، ادخلي. بابا يقول لها ادخلي، ولو انت ما نجحتيش احنا مش هنزعل حبيبتي. عامله يعني عارف اللي حاسس بمسؤوليه يا حبيبتي. واحنا عمرنا ما هنقول لك حاجه يا ماما، احنا عارفين وكنا في الكليات وبننجح وبنسقط. الكليات غير المدارس حبيبتي، ونفهم فيها ونقول طب بطلي عياط، ما انت كده هتتوتري، طب ما انت كده مش عارفه تنامي، مش عارفه تحلي كتير ومناهدات ومحاورات، ونقول يا رب احنا مش شايفينها ومش حارسينها، انت اللي حارسها، ما يمكن فعلا ما تروحش الامتحان. لحد ما الحمد لله ربنا عداها. يعني اللي بتمتحن طبعا مثلا الثلاث مثلا النتيجه تبان الخميس، نفضل بقى ايه برضو كله بانتظار وكله بقلق وكله بدموع، وبتبقى فرحه قد ايه لما تقول لي انا نجحت واقول له بس انا عايزه درجه النجاح، لا بيزودها كمان شويه فوق درجه النجاح. يعني كريم وسخي، ربنا كريم وسخي. وابونا مينا عبود يعني كريم معانا، كريم. نجحت الحمد لله نجحت. وانا دلوقتي يعني اخر امتحان واخر ماده ليها كان الاسبوع ده، فقلت لازم اوفيه حقه ولازم ان انا اتواصل مع صفحه الهنا الحي واقول المعجزات الجميله الهنا القوي، واقول ان المعجزه من اولها بقى كده بالتفصيل، علشان يعني بصراحه خيره كتير عليا، ما اقدرش اقول اكتر من كده. وعارفه اللي انت بتعمله ده، نسيت اقول لك ان انا كتبته كلمه كلمه وكنت بقوله في الفترات بقى الصعبه اللي عدت علينا ده. يعني احنا قلنا هو من اول 15/7 لحد 23/9
بديه كنت على على طول. انا طول حاطه تحضري التمجيد. التمجيد بتاع ابونا مينا يوم السبت؟ ايوه كل يوم سبت كنت اسمعك بعد، حتى لو صليت او هخش انام اقوم تاني ومشغله كده الصوت وايه ومعاك ومطانيات بقى واقوله. بصراحه يعني جميل جميل جميل. يعني فعلا انت مش بتقوله لوحدك، لا انت حواليك ناس كتيره بتشوفك وبتقوله، وبتبقى يعني متعشمه فيه وطالبه منه حاجات قد كده. بيبقى في ناس جايه مخصوص تحضر معانا التمجيد، وفي نفس الوقت الناس الاف الناس في نفس الوقت بيصلوا معانا. في بيوتهم ولعلمك تمام. ابونا مينا شايف الكل، ابونا مينا شايف تمام الكل، شايف اللي تمام. موجود هنا واللي موجود هنا واللي موجود هنا وسامع الكل. ودايما بقول وقت التمجيد بتاع ابونا مينا هو وقت مقدس. بالظبط. يعني حتى لو انا ما سمعتوش الصبح في نفس ميعاده او وقته او الظهر، لا بسمعه بالليل، بفتحه بقول التمجيد. كنت وقتها دايما قبل يعني على الساعه 9 الساعه 8 منين ما انا بشوف وافتح وابدا اعمل التمجيد. خلاص يا فندم، احنا نشوف حضرتك بكره. ان شاء الله. انا يعني انا ما استاهلش. انا نفسي كل اسبوع انزل اروح المزار. طبعا هو يعني لازم كده الختام بتاع الترم اهو، لازم طبعا اروح واصلي واشكره كمان. يعني عايزه اقول ايه، هو شهيد فعلا لينا، بيصلي كل يوم عنا امام عرش ربنا يسوع المسيح. نورتينا يا فندم، نورتينا. ده نوركم، وانا خدت بركه، والحقيقه يعني اكيد معجزات مش هتخلص. لما خلاص ما ابونا مينا خلاص دخل في حياتكم. هو بدأ المشوار معانا. بالظبط، برافو عليك ان هو دخل مش هيسيبك. يعني هتلاقي مطبات كتيره وهو يشيل مطبات وهو يشيل، هو ده شغلته. ابونا مينا بيعمل كده مع كل الناس، يخش حياه الواحد يتابعها، مش معجزه وبيمشي او طلب وبيمشي، لا ابونا مينا بيقعد وبيربع. صديق. طالبه شفاعته يكمل معاها ويرجعها لي بالسلامه ان شاء الله. تحياتي لحضرتك وتحياتي ليها وتحياتي لجوز حضرتك وتحياتي البيت كله. و يعني لسه قبل ما حضرتك تكلميني لسه كنت بقول لابونا مينا بقالنا كتير ما قلناش حاجه عنك يعني مع حد. فين يا ابونا مينا حبايبك فين؟ هو فعلا صحصحت مفيش وزقني 3 كده دقايق حضرتك مكلماني فقلت لا ده انت يا ابونا مينا بالصحي، ده انت واعي، يعني انت مصحصح 24 ساعه. نورتيني يا فندم. واخدنا بركه.